تعتبر الإذاعة الجمعوية راديو تسكدلت الإذاعة الجمعوية الأولى بتسكدلت وهلالة، والتي تهدف بالأساس إلى خلق مجال إعلامي للحوار والمساهمة في التنمية والتعريف بالمنطقة تسكدلت وهلالة، ولا تهدف للربح، وتشتغل وفق تصور جمعوي هادف لا يسعى للربح، وليست له أهداف سياسية ولا عرقية أو غيرها من أشكال التفرقة بين الأفراد. وتشتغل الإذاعة وفق نطاق تحريري يلزم المتطوعين بها وفق هيكلة منظمة. سمعوهم اش تلقاو فين ديروا لا دوز يلا رجع له الريال تغردي اكي غاو النير اللي ستوب يلا واحد جوج ثلاثه كلشي يد على الكتف يلا تكون ديروا لكم رقصه يلا غادي نصفقوا عليها بحراره على صديقتي تيمتيمه والو واحد جوج ثلاثه
تما غنبقى نجي عندكم انا وصديقتي سمسمه. Vous savez toujours pas danser le Napolitano? Hey! Nous, on est content, toi tu n'es pas content. Ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi. Suave, suave, suave. Todos abajo. Muévalo suavecito y vamos arriba. Y a dónde le gusta. Y cómo se le hace. Y a dónde le gusta. Y cómo se le hace. Escriba, no soy secreta, nego mucho, mucho lo va, y hay una cabeza, y me voy, esa ropa de nubes se vedo, coche en la teta, me está todo mi amor y siempre estaré como الأطفال شكون يحيى في إجباري ما بداخل العلامة بالتالي خصنا نخرج على الطريق مع فرنسي ليس باهي كما في غادي. المهم نكمل مع محمد ومع الطريق. محمد غادي بالفعل وهذا هو اللي محبين الاسس والسائق ديال الكبار انهم ما كيتشتوا عليهم، يعني السرعه تقتل بالتأني السلامه. وفعلا محمد هاجي يدبر انا في التأني السلامه غادي نمشيو عليه. وحسب الاستاذ ديالنا كنشوفوا ان عندنا الدرجه في الحلبه سي محمد تعتاش الراجل الاتفاقيه، وكما قلنا ان اخترتي الراجل كتخلص 25 قول أكلية نقيلة. الله يخليكم. السؤال يقول أي شخص بغى يدوز يعني رخصة السياقة أو البيرمي سؤال سهل، أشنا هو السن اللي خص يكون عنده باش يقدر يدوز يعني رخصة السياقة ديال ديال السيارات؟ إلا عندك شي معلومة أشنا هي؟ 18 سنة. قالت الأستاذة 18 سنة والجواب Muévalo suavecito y vamos arriba.
سير 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 ضيع عليك انا الخطر يعني حاجه من خطر عليا فيها الى تفهم ها هي خلاص هذه خلاص رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات المدرسة الجماعية لتسكلت غسات ديال تكار يعني لقاء تأسيسي حول السلامة الطرقية غير تسكرت جمعية هي للتنمية والثقافة والرياضة مشاركة مع جمعية المبيعات وجمعية آباء وأمهات وتلاميذ وتلميذات المدرسة الجماعية لتسكلت. في الحقيقة الخراضي فولكي حضرت قيس رجال الدرك الملكي حيث بها غيكليت قيس حاضر ممثل السلطة السيد الخليفة مصطفى الزعاف وهذا رئيس المؤسسة السي حسن سريري حضرت قيس العدد الجمعيات عدد الآباء والأمهات حضر من دخل البلاصة فعلا الخراض يفولكي بزاف اشكون قلت لي سمتيني الاطفال غساد فلذات اكبادنا تنير هذيك شباب المستقبل الا في الاخر فعلا هذا نسكر يعني لقاء تحسيسي غير اللي كله تزرام ارتقعون ديال العدد حوادث السير لقاتنا راس نستفيد غير في البعد في الطريق السيار نهد الطرقات ما بين مراكش اكادير الى اخره غير مؤخرا ارتقعون الحوادث حتى في المنطقه الجبليه. السيد ممثل إذاعة تسكلت بالنسبة للمؤسسة ديالنا اليوم عاش واحد النشاط اللي هو تربوي وتحسيسي في مجال السلامة الطرقية مشاركة في جمعيات إبنية للتنمية والثقافة والرياضة جمعية المبيعات لمدربي السياقة والسلامة الطرقية كذلك بمشاركة جمعية الآباء وحضور جمعية تموت نزير مربوط تسكلت. النشاط كان كذلك فيه الحضور ديال عناصر الطريق الملكي مركز ايتباع عطات مجموعه من الارشادات ومجموعه من نصائح توعويه خاصه باستعمال الطريق او لا بحرب الطرق خاصه ما له علاقه بالطفل حكم الفئه العمريه اللي كانت عليها وكذلك قدمات تطبيقيات وهذه مساله اخرى مزيانه في البرنامج اللي خصناه وان شاء الله نتمناو تكون هذه الدوره اللي درناها في النشاط حول السلامه الطرقيه ذات الايجابيات ديالها وان شاء الله نشوفوا اذا كانت هناك سلبيات اخرى في الانشطه المقبله تنسيق مع الجمعيات ايضا اللي كاينه في المنطقه عندنا في التركيه ولا تسكلت بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وايضا المدرسه الجماعيه من خلال المدير السي حسن الأسري كنوجهوا ليه هنا رساله شكر على الصدر الرحب وعلى هذا السعه ديالو اللي كيفتح لنا الابواب من اجل هذا الرحاب اللي غادي نستثمروا فيه هذه المسائل الثقافيه والتربويه للطفل. وكنشكروا ايضا جمعيه المبيعات اللي حضرت معنا وايضا جمعيه اولياء التلاميذ والاباء وجميع الشركاء وايضا راديو تسكلت ما نساوها دائما حاضره بقوه في التغطيه الاعلاميه ديالها ونتمنوا حظ سعيد وموفق ان شاء الله للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غسد غنتشكر جمعيه إيكيا للتنميه والتعاون غنتشكر الجمعيه المدرسه الجماعيه جامعه تسكلت غنتشكر اداره المؤسسه واطر التربويه لهذه المؤسسه غنتشكر بعدا غسد في حسن الاستقبال بالمناسبه اليوم الوطني للسلامه الطرقيه غسد كاع هاد العقده منه وفيه هاد الغيده ديال النشاط اللي هما التلميذ بصفه عامه. اظن تنتشكر الدرك الملكي حتى التلفزيون كان فينا اوان ديال تحسيس الدراريات وعيننا بزاف فيما يتعلق الدراري راه بالشانطي ديال خريمون تجرب الشانطي باش هادو اللي توقعوا نتاع العدد الحوادث اللي توقعوا سنويا في المغرب. انا غنتشكر ميدات بزاف فنتمنى التلاميذ حتى نتني هادو عين الاباء نسنا شكون بعض الاباء مثلا درس الطوموبيلات الناس تسوق ولكن خصو تنشر الوعي ربما التلميذ راه يوعي باباس اللي ظهر بلاصه راه يوعي الاب التلميذ. اذا غنتشكر حتى راديو تسكلت اللي سكن التغطيه النشاطات غساد راه نتمنى التوفيق والنجاح ان شاء الله. جلال مدرب تعليم السياقه باكادير بمؤسسه تعليم السياقه المرابط الموجود بحي تدارت. اليوم جينا اللي تبعها المدرسه الجماعيه تسكلت
باش نقوموا بواحد النشاط ديال التربيه السلامه الطرقيه، باش نوعيو التلاميذ الخطوره ديال الطريق وكيفاش يقطعوا الطريق ويعرفوا تشوير الطرقي العلامات ويعرفوا اللي عليهم واللي ليهم، باش ان شاء الله منين يكبروا ومحدهم هما غاديين كيكبروا باش يعرفوا انهم راه الطريق راه خطر، خصهم باش يعرفوا. السلام عليكم. شكرا. احمد الطالب، عضو في جمعيه الانبعاث لمدربي السياقه والسلامه الطرقيه. شاركنا كجمعيه في هذا النشاط ديال السلامه الطرقيه اللي تنظم في مدرسه جماعاتيه تسجلت بإتباعها. النشاط كان مميز من ناحيه الفقرات والورشات اللي دازت فيه، كان مميز من ناحيه الحضور، من ناحيه التجاوب ديال التلاميذ، من ناحيه التجاوب كذلك ديال الاطر التربويه والساكنه اولياء الامور. كنتمنى بحال هاد المبادرات تعاود تتكرر في مناسبات وما تكونش مناسباتيه في هاد الايام ديال السلامه الطرقيه. كنقرا في المدرسه وكنقرا في الثانوي، وجات عندنا واحد الجمعيه ودارت لنا الانشطه وجا عندنا البلاوه ودار لنا الاناشيد وكنشطحوا في الصحه واخطانا الحلوه. حتى صديقي الاستاذ عاد عاود تسمعني مزيان. درنا حميد كان الشرطه صحنا حكومه شي سلامه شي بيان التلاميذ عندنا فهم باهره. يلا الله يعاون. السلام عليكم. السلام عليكم. والذي دون طارق مهدي رئيس جمعيه تامون مازيرت دوار اماكور. المهم نحضر غصب الحمله التحسيسيات اللي تنظم يعني الحمله التحسيسيه للسلامه الطرقيه، نحضر لها الجمعيه الخبيث الجمعيه الدينيه للتنميه والثقافه والرياضه، وكان تعجبه الحمله اللي سكنتنا. المهم هذه حضر نقيس توقت يعني الاطفال المدرسه الجماعاتيه، وكان الحمله التي تلقى بالتنسيق مع جمعيه الانبعاث مبادر، كذلك جمعيه الاباء المدرسه الجماعاتيه، وكذلك جمعيه الاباء وجمعيه الانبعاث. مهم للتنميه والثقافه والرياضه او تشكر جمعيه الانبعاث لمدربي التعليم السياقه والسلامه الطرقيه باكادير، وكنشكر السيد المدير المدرسه الجماعاتيه تسجيل، وكنشكر السلطه المحليه سعاده الخليفه سعاده القائد الطرف الملكي، كنشكر جميع الحاضرين، وكنشكر الجمعيات جميع المجتمع اللي حضروا معي. اولا السلامه الطرقيه التربيه وممارسه المواطنه بدون اعاقه. اولا كنشكر هذا الدم بعدا اللي كيستافدوا من هذا التخصيص، وكنشكر جميع التلاميذ والتلميذات من المدرسه الجماعاتيه والاعداديه تسجيل، وكما نشكر جميع الحاضرين المواطنين خصوصا التلاميذ اللي كيقراو هنا في هذه المدرسه الجماعاتيه، وكنشكر السيد المدير اللي استضافنا، وكنشكر الجمعيات اللي حاضرين معي، وكنشكر جميع المجتمع. نشكر أمي أنا في الشتانين السمنة الشرطة السلامة الطرقية باش رحمني مثلا بالشوان غادي بحر نتشكر عاوني لأنه زوج المبادرات ديال التأسيسية تفوكي سكمال تروان تمازيغ الناس. ثاني حاجة الميادين فوكي بزاف لأن شحال هادي اللي وقعت غير كان الحوايج سميتو القوانين للحاصل ديوين الميادين عندي صفرها بزاف. جمعيات وجهيات اللي كان المبادرة اللي باه رئيس كان الرئيس ديال السي الحسين ابو مهدي، نشكر التنميه الباهره، نشكر المدير المؤسسات المعنوي والدائم لأنشطة المؤسسة. تحية إلى السادة أعضاء إلى السادة أعضاء وعضوات الفريق التربوي للمؤسسة على سهرهم الدائم كما عهدنا فيه دائما في إنجاح الأنشطة التربوية بالمؤسسة.
ولا ننسى أبناءنا الأعزاء وبناتنا العزيزات من المتعلمين والمتعلمات، وندعوهم للتفاعل مع الفقرات المبرمجة خلال أنشطة هذا اليوم بأسئلتهم وملاحظاتهم وانضباطهم إن شاء الله، فهم المستهدف الأول، وأطفال اليوم هم رجال الغد. تحية إلى الطاقم الإداري والتربوي للثانوي الإعدادية بتسكيلت التي يتقاسمون معنا المحطات التربوية. أيها الحضور، إنه ونيابة عن السيد المدير الإقليمي الأستاذ عبد الهادي بنقي وبتكليف منه، يشرفني أن أبلغكم تحياته الخاصة وامتنانه جميع الحاضرين والمساهمين من السلطات المحلية والدرك الملكي وجمعيات المجتمع المدني، آباء، أمهات وتلاميذ المؤسسة، في إنجاح هذا اليوم التحسيسي للسلامة الطرقية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام المدير الإقليمي بالشوكة إتباها لتفعيل أنشطة الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية. سيداتي سادتي، إن احتفال مدرسة جامعات تسكيلت بهذه المناسبة يندرج في إطار الارتقاء بخدمات المؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية للفرد والمجتمع، كما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، باعتبار الجميع مسؤولا عن قطاع التربية والتكوين بما فيه جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الأخرى، فإننا نثمن عاليا الحضور القوي والريادة للجمعيات المساهمة والدرك الملكي لجهودهم في خلق وعي وطني لتأسيس سلوك مدني وغرس بذور ثقافة طرقية سليمة للحد من نزيف حرب الطرق التي تخلف خسائر. وشكرا لحضوركم. شكرا للمدير الأستاذ السي حسن سليم. تعتبر الإذاعة الجمعوية راديو تسكدلت الإذاعة الجمعوية الأولى بتسكدلت وهلالة، والتي تهدف بالأساس إلى خلق مجال إعلامي للحوار والمساهمة في التنمية والتعريف بالمنطقة تسكدلت وهلالة، ولا تهدف للربح، وتشتغل وفق تصور جمعوي هادف لا يسعى للربح وليست له أهداف سياسية ولا عرقية أو غيرها من أشكال التفرقة بين الأفراد. وتشتغل الإذاعة وفق نطاق تحريري يلزم المتطوعين بها وفق هيكلة منظمة.